دنيا عبد المعبود اسم تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية فور إعلانها زواجها من المخرج مجدي الهواري. ودرست دنيا عبد المعبود في معهد السينما في قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها في مجال الفن قبل أن تنتهي من دراستها. وكان أول أعمالها هو فيلم بنات العم مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو وأيتن عامر. وتولت دنيا عبد المعبود تصميم الأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية. وفي أحدث ظهور لها حرصت دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها. وتألقت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود في الصور بإطلالة كاجوال مميزة. وفي مجال الدراما عملت دنيا عبد المعبود في مسلسلات زي ضرب نار مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومسلسل نحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، و30 يوم لباس للخياط واللي ملوش كبير مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. وكان آخر أعمال دنيا عبد المعبود هو فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وأيضا كان فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي. وسبق وأن تزوجت دنيا عبد المعبود من مدير التصوير كريم أشرف ولديها منه بنت اسمها تيا.